ازيكم يا شباب. النهارده شرحنا بسيط اللي انت ازاي تخش على القناة بتاعتك، وعلمك ازاي تغير الصورة. انا مغير صورتي فهرجعها تاني، بس اقولك ازاي تغيرها. هرجعها تاني. اول حاجة كلمة انت اللي تحت دي، انا كنت برضو بعلم واحد صاحبي كان عنده مكتبة، فبتهيألي لسه مش حاطط الصورة ولسه بدأ القناة يبقى عنده مكتبة. دلوقتي يبقى هي عندي انت. انا من بداية القناة عندي كان عندي انت، مش عارفه ازاي عنده مكتبة. فاول حاجة انت دي اللي بتدخلك القناة تقوم دايس عليها. كل الناس عارفاها، هيقولي طب انت ما دخلتش القناة هتدخلها ازاي؟ تقول مثلا من هنا، لا. تقول مشاركة القناة دي هي، لا دي اللي بتبعت القناة لحد. تمام. فلو عاوز تخش على القناة تقوم دايس على الصورة دي. اهي القناة دي، القناة بتاعتي. كده دخلت على القناة، وممكن هي دي الطريقة السهلة اللي هي عند الصورة. الطريقة الصعبة بقى، الصعبة ممكن انت متعرفش تدخل بيها القناة. شايفين مشاهدة القناة دي؟ طبعا في ناس فاكرين حاجة تانية، فدي برضه بتدخلك على القناة. عايزين مثلا تغيروا الصوت، تقوموا دايسين هنا كده عند القلم أداة القناة، تقوموا دايسين هنا. دي الصورة دي مثلا، ونقوم حافظين حفظ كصورة من الملف الشخصي بس. كده هتتغير. هي عندي زي ما كانت. استنى شوية مثلا. بيقولك تم تحديث صورة الملف الشخصي بنجاح. ما تقولوش انت قلت ما اتغيرتش، هي اتغيرت بس شوية هتتغير. انه متقولوش لا بضحك عليكم، انا بقول بجد هي هتتغير وقتي. بصوا يا شباب، انا هقفل التسجيل ده، وهي هتتغير ما تقلقوش، يعني هي هتتغير عشان شكلها مش هتتغير عندي. فسلام. سلام.